الإخوان، وهذه هي الفرصة كما فضحنا على أن الجزائر ما فيهاش القانون، وسمعنا التهديدات اللي كيهدوا فيها هاد الجوج أنها ليست بدولة القانون، أنها زريبة وما فيهاش القانون، وفضحنا بها. وشفت أن عدة لايفات كبار حاليا كيدوزوا هاد الفيديوهات، وأنا الحمد لله وصل لنا صوتنا وتكلمنا مع حقوقيين وتصيفطوا هاد الفيديوهات حتى المنظمات عالمية على أن الجزائريين يهددون المهاجرين عندهم على أراضيهم دون تدخل الحكومة. هاد الشيء حنا كنبينوا على أن الجزائر دولة الزريبة لا تحمي ولا تحترم القانون. كذلك اليوم المغاربة الله يعطيكم السر، كنطلب منكم كاملين على أننا نتكلموا على الجثة ديال هاد الولد ياسين ولد جديدة اللي سنتين الجزائر وهي شاداه إلى يومنا هذا، سنتين جثة. دابا تخيلوا على ان الجزائريين هما اليوم اللي عطاونا الحق باش نتكلموا على هذا الشيء. حنا ما كنبكيوش، حنا المغاربه فعاتنا ما كنبكيوش، حنا المغاربه فعاتنا ما كنبقاوش صافي شديتو جثه خليوها عندكم، اش ديروا بها؟ تتعياو وتصيفطوها، ولا في الاخر ديروا لها كما الجثه ديال السعيديه، عطيونا 10,000 دولار ونعطيوها لكم، لانها مافيا تما حاكمه. حنا اللي فضح هذا النظام اللي حنا شفنا حاليا. المؤثرين الجزائريين كلهم كيخرجوا كيقولوا لكم ان دوله الجزائر على المحك. شفنا القانون اللي داروا تبون جديد، اللي داروا تبون للنقص من المعارضه، لان حاليا تعرض على ما أظن قضية القبيل والمشاكل اللي داخله فيها الجزائر كبيرة حاليا، مشاكل حقوقية. لذلك الجزائر كتحاول تلمع راسها، وهذه خدمتنا حنا كمغاربة. الله يعطيكم السر المغاربة، تكلموا على وليداتكم، تكلموا على أخطاء الجزائر. راه ما بقاوش ساكسين، حنا حاضين الكرة الله ينصر وليداتنا،